السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. لو فرضنا يعني اللي بيتكلم عاجل واللي بيستمع مجنون واللي بيتكلم ده مش أنا، ده واحد تاني، أنا من ضمن الناس اللي بسمع زيكم يعني. نفتح الفيديو ونرجع تاني نعقب مع بعضينا ويلا بينا. جيبوا لنا ماء بارد، جيبوا لنا خيم، جيبوا لنا احتياجاتنا. رانا تعبنا، رانا معانا رجال كبار، رانا معانا نساء، راهي الشمس قويه، راهو ما عندناش حتى تواليت، راهو حتى النساء باش يدخلوا تواليت ما عندناش تواليت، عندنا صحراء منا وصحراء منا. جيبوا لنا على القليله تواليت متنقله باش ينجموا يقضيوا فيها بيت حمام متنقل باش ينجموا يستريحوا. مانيش باش نفسر لكم، تعرفوا ليبيا وتعرفوا البلاصه هذه شبه صحراويه، تعرفوا احتياجات. وزي ما سمعتوا كده يا محترمين، ده المتحدث الرسمي باسم قافلة الصمود لكسر الحصار. يعني تقريبا 24 ساعة، يعني القافلة دي طالعة من 24 ساعة. 24 ساعة أصبحوا بيستغيثوا في الشارع، مش لاقيين أكل ولا شرب، وكمان عايزين تواليت، واللي بيصوروا بيقول له حمام حمام. عايزين تواليت متنقل يعني هم مش عارف، يعني جايبين يعني مساعدات يودوها فلسطين، وهم في نفس الوقت يعني ما عندهمش امداداتهم اللي تكفيهم على مدار 24 ساعة. فأنا قلت لحضراتكم مرارا وتكرارا، ده مخطط صهيوني، مخطط قذر. ده مدعوم من جهات خارجية لسبب واحد ملوش تاني يعني، وده عامة تحليلي الشخصي، لا بفرضه على حد ولا بجبر حد إن ممكن يصدق أو يكذب. ده ملوش إلا معنى واحد: اللي كان عندهم طموح، يعني كان عندهم طموح وكان عندهم أمل، ده اللي خطط لهم اللعبة دي، يعني إن هم فعلا هيخشوا من معبر رفح أو هيخشوا من أي جانب من الجوانب الأخرى، ولكن قريب من حدود سيناء. الأتوبيسات دي أصلا ما فيهاش أي إمدادات ولا أي مساعدات، أكتر من الشلة الفاسدة اللي شفتوها حضراتكم. جايبين كاميرات وجايبين شمسيات وجايبين باديهات وتيشيرتات والخ الخ الخ يعني، وطالعين ولا شرم الشيخ يعني طالعين رحله وكانهم في شرم الشيخ، يعني ما فيهمش ريحه اي وطنيه ولا الكلام ده خالص يعني. هم كان كل هدفهم ان هم يخشوا بالاتوبيسات دي من الحدود المصرية، وهي طالعة الاتوبيسات من غزة تطلع محملة بأهالي قطاع غزة، ودي كانت هتبقى بداية ونهاية التهجير بشكل ما فيهوش نقاش، يعني بشكل ما فيهوش كلام، يعني بشكل او بآخر الاتوبيسات دي كانت هتخش كده. هي اصلا جاية فاضية، يعني مش محملة اي اعانات ولا مساعدات. تخش الاتوبيسات فاضية، هتطلع محملة اللي هو اتعرض على مصر وعلى زعيم مصر وزعيم الشرق الأوسط إن إحنا هنهجر جزء من أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وبمقابل مبالغ يعني خيالية. وطبعا رفضنا وهنرفض، ولكن ازاي نهجر بالطريقة اللي شفتوها حضراتكم دي. فزي ما قلت لحضراتكم في بداية الفيديو، لو فرضنا ان المتحدث او المتكلم عاقل واللي بيستمع مجنون، حتى لو اللي بيستمع مجنون مش هيعجل الكلام اللي هم بيعملوه ده، ولا فيها اي نوع من المساعدات ولا قافلة صمود ولا كسر حصار ولا الكلام ده كله. عشان كده احنا قلنا لهم لفوا وارجعوا تاني. وده حاجة بسيطة بس كده، يعني حبينا نوصلها للدول يعني اللي هي مساهمة يعني في القافلة دي. لأن هنا اللي أعرفه أنا يعني مثل كده بنقولوه في مصر: اللي ملوش كبير يشتري له كبير. وانتوا لو ليكم كبير ما كانش هيسيبكم تعملوا اللي انتوا عملتوه ده، وتطلعوا من بلادكم او من دولتكم على اساس ان انتوا بتدعموا اهالي قطاع غزة اللي هم متبقي ليهم 19 يوم، يبقى كده قفلوا العام.